هلا والله، صباح الخير. طبعا باين من وجهي اني دوبي صاحي، وانا فعلا دوبي صاحي. اهلا فيكم في فلوق اليوم، يوم الخميس والوجه المفجر واجازة هذا الاسبوع. فان شاء الله تكون اجازة حلوة ننبسط فيها، ويوم حلو، فلوق حلو تنبسطوا فيه. اهم من هذا كله، وكالعادة يا صديقي، اذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك وتضيفني في السناب تحت، الرابط في الديسكريبشن. سيب لي كومنت حلو زيك تقول لي ايش رايك في الفلوق. فلوق جديد بعد انقطاع، يلا بينا. بالله معلش، مين ما يحب القهوة؟ معلش عالظلم، مين ما يحب القهوة؟ مين ما يحب يشرب قهوة؟ انا ما اتخيل. اوكي رضا تمام. ما اتخيل الناس اللي ما تشرب قهوة، ما اتخيل الناس اللي تصحى من النوم ما تدور على القهوة، ما اتخيل الناس اللي تداوم ما تدور على القهوة. احسهم غريبين، احترام لهم يعني، بس مين ما يدور القهوة؟ الفترة هذه طايح في القهوة هذه اللي بالحليب زي كذا، او زي يسموه سكافة. ايوه هذه هي. بأن الفترة هذه أنا مرة موقف القهوة السوداء بلاك كوفي يعني أمريكاني أو إلا اسمها، بس موقفها الفترة هذه لأنه قاعدة تتعبني في بطني كده وتقلب لي بطني، تخلي نفسيتي زير وزي كده، فاهمين؟ فعشان كده موقفها، قاعد أسوي القهوة هذه ست اللي بالحليب. فبس عشان كده يعني، والآن أبغالي كاسة تكون كبيرة شوية لأنه الكمية كبيرة شوية. المشكلة كله ازاز، فما أبغى أكسر حاجة. دقيقة يا جماعة، ما هي سامعين الأصوات؟ شلت كاسة بس كلها اتحركت. اوكي، كاستنا الجميلة هنا، كيف نصب كذا؟ قهويني قهويني، يس كذا تمام. نغسل هذه، نرجع كاساتنا هذه، وبعد ايش نسوي؟ بعد نجرب القهوة اللي سويناها. لا لسه باقي شيء، معليش باقي هذا شايفينه، هذا اللي هنا، هذه يفوت من 3 دقيقة. ايوه جزء صغيرة 3. وإيش سوي زي كذا حلوين، وتفكها دقيقة. اوكي فكيناها كذا، وتقوم تسوي بها ارت على القهوة من فوق زي كذا، زي ما انتم شايفين. بس زي ما قلت لكم كده، يعتبر انه انت سويت لها ارت، اتمنى يعني. فالحين جاء وقت انه نجرب القهوة. so good. واو شكرا. طيب طفي اللمبات. المطبخ انه ما عندنا شي فيه، والله ما انتم شايفين صح، انا عارف. نيجي غرفتنا الجميلة اللي فيها البي سي، عشان عندي كم حاجة بسويها في الكمبيوتر يعني، ولسه الوقت بدري. ما ادري اذا انا قلت لكم ولا لا، بس حاليا لسه الساعة 11 صباح. طبعا ما قاعد انام زي الناس، مع اني يا جماعة جالس انام متأخر، بس ماني قادر اصحى. يعني انتوا عارفين انام الساعة 4-5، ما تجي الساعة 10-11 اللي انا صاحي يوميا على ذا الحال. مهما سهرت مهما سويت ما اقدر اطول في النومة. فللأسف ده شيء متعب، وكمان شيء يخليني ما ارتاح في النوم، فاهمين؟
ما اطول في النوم. فلا ان انا نمت بدري ولا ان انا صحيت متأخر ولا اي شيء من ده، كل شيء على الفاضي قاعد يصير معاي، بس الحمد لله. طيب حاليا انا جالس في مكان البي سي زي ما قلت لكم، عندي كم شغلة كذا ابغى اخلصها، والبي سي نفسه محتاج له تنظيف صراحة، بس ما حنظفه، حخلص شغالي لين بعدين ننظفه. الكاميرا يبغى لها شحن، الكاميرا ما انشحنت من وقت ما رجعت من المدينة، اتوقع انه فيها 10%، فبشحنها واخلص شغلي واشوفكم بعد ما اخلص. طيب يا جماعة، انا متعامل مع شركة او موقع عقد مع شركة، الشركة هذا انا متعامل معها، اسوي لها اعلانات على منتجاتها في حسابهم يعني، فيعتبر كأني شغال معاهم. عبارة زي ما تقدروا تقولوا، ما ادري انا دوب يعني ركزت كانوا فايس اوفر، يرسلوا لي المنتج حقهم الجديد، اصوره واتكلم عنه واتكلم في تفاصيل واصور كل حاجة فيه وزي كذا، بعدها ارسلها لهم. هم يمنتجوه وينزلوه في صفحتهم وبطريقتهم يعني بالعربي كيف يسووا الاعلان حقهم. بس انا موقع معهم انه كل اسبوع اصور لهم منتج من اللي هم يرسلوه لي بطريقة معينة هم يطلبوها، واتكلم عن المنتج وميزاته وانه يفيدك في ايش ومن الكلام يعني. فاليوم خميس، كل خميس انا اصور وارسل، فعندي اليوم تصوير الاعلان، تعالوا معايا اوريكم كيف اصور الاعلان وايش الاشياء المطلوب اني اصورها. طيب يا جماعة، حاليا الساعة 5 العصر، وانا مطلوب مني التصوير يكون الساعة 5 العصر عشان يكون في اضاءة وكذا، والكاميرا برضو تبين الاشياء اللي انا ابغى اصورها وابغى اشرحها للناس. فتعالوا معايا افهمكم النظام اللي انا شغال فيه وكيف انا شغال معاهم، يعني ان شاء الله فهمتوا الفكرة. طيب انا شغال مع الشركة هذه حق الكاميرات، زي اللي معلن زي الاوفر الفويس اوفر، معليش كلشت. فالشركة هذه طالبة مني كل اسبوع اتكلم عن الكاميرا هذه واتكلم عن مميزاتها وعن الاشياء اللي فيها، واصور للناس الاشياء اللي تقدر تسويها من خلال هذه الكاميرا. فهم مركزين انه اسبوعيا لازم يوصلهم مقطع بطريقة او بفكرة جديدة، والمقطع هذا يكون زي الشرح عشان الشخص اللي بيجي يطلب الكاميرا يعرف ايش فيها، تفيده في ايش الفكرة منها، ليش هي مختلفة. فتعالوا معايا اوريكم كيف اصور انا الاعلان وكيف طريقة شرحي للكاميرا هذه، وبعدين اقول لكم كيف اتواصل معاهم وكيف يعطوني فلوسي ومن ذا الكلام. طيب بسم الله، وشيل السيارة. انا اريد اصلا بشغل السيارة لانها مرة حارة ولها يومين ما اشتغلت. ما علينا، خلينا اوريكم الكاميرا. الصوت هذا هذا تمام. هذه هي الكاميرا زي ما انتم شايفينها. الكاميرا هذه داش كام، تمام، وكمان كاميرا مراقبة. يعني اوريدي اصلا الشركة هي شركة حق كاميرات مراقبة وزي كذا، فسووا داش كام للسيارة وكاميرا مراقبة في نفس الوقت، تمام. انا ما حقول اسم الشركة ولا حقول اسم الكاميرا ولا اي حاجة، لانه هم ما دفعوا لي مقابل للشيء هذا. انا دحين اعتبر شغال معاهم في نفس الشركة، ماني معلن لانه المقاطع قاعد تنزل عندهم ما هي عندي. بس انا حتكلم لكم وحقول لكم الفكرة وحقول لكم كيف هم جو كلموني. بس نزل قزاز انه الدنيا حارة شوية عبال ما صارت تسخن ونشغل المكيف. المهم، كنت يوم جالس في الجوال زي غيري قاعد اقلب في الانستغرام، تمام، حرفيا زي كده يا جماعة، ماسك الجوال قاعد اتفرج، اوكي تمام. فجأة يجيني مسج في الانستغرام، فقمت دخلت المسج لقيت الشركة نفسها مكلمتني: السلام عليكم، معك الشركة الفلانية بلا 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 بلا، وحابين تعرض لنا المنتج هذا، بتتكلم عنه وتشرح لنا عنه، والشركة هذه معروفة وخد موثوق عشان تتأكد، وانه شركة سعودية مسجلة، وكل الاشياء هذه والتفاصيل، لانه ما حاشتغل في اي حاجة وما حاشتغل مع اي احد اذا ما كنت ضامنه يعني. فبس كلموني، تواصلت معاهم، اتفقنا، اخذوا رقمي في الواتس، رجعوا كلموني في الواتس عشان تواصلنا يكون هناك مو في الانستغرام. اتفقنا على مبلغ، الشيء اللي انا قاعد اقدمه لهم صراحة يا جماعة مبلغ جدا رمزي، مبلغ يعني انا لو اقول لكم كم انتوا حتنصدموا، لانه شيء مرة قليل. هذا 1 2
المجهود اللي انا اسويه في الشيء هذا اكثر من المبلغ اللي انا طالبه صراحة، بس ما عندي مشكلة. قلت يعني كبداية لي وماني خسران شيء، لانه الكاميرا هذه اوريدي اصلا سعرها 1500، بس هم عشان يبغوا الاعلان ركبوا لي هي ببلاش، وجاء واحد لين عندي هنا وركب لي هي وكل شيء، ولي معاهم تقريبا في الشيء هذا شهر. كل اسبوع او كل خميس انا محدد انه اصور لهم المقطع، وانا اسوي له مونتاج، وانا اشرح فيه كل حاجه، وارسل لهم المقطع جاهز. هم كل اللي يسووه انهم يشيلوه ويحطوه عندهم في الصفحه، يعني ما يعتبر اعلان، كانه انا شغال معاهم. اعلان اذا انا كنت انزله في صفحتي واتكلم عنه، بس انا اعتبر كاني انا شغال معاهم. فبس زي ما انتم شايفين حاليا الساعه 5، نشغل مكيف. اوكي، حاليا الساعة 5. خلاص انا ابدأ الوقت هذا اصور، فهركب الشريحة هنا زي ما انتم شايفين. هنا تتركب الشريحة. خلينا افتح لكم هذا، تيجي هنا يا خويي. حير معلش ما في حاجة، هذه القاعدة لازم اصلا افكها عشان اقدر اخرج الشريحة. المهم نيجي هنا نفك هذه كذا، حلو زي كذا انفكت زي ما انتم شايفين. وهنا الخانة الفاضية هذه شايفين، نضغط عليها ضغطة تخرج معانا حق الشريحة، ونركب الشريحة كده. بس أنا ماني قادر بيد، خلينا أثبت الكاميرا وأوريكم. أتمنى إنها تكون تمام، أو هنا عشان يبان معاكم. ما حيبان صح؟ إلا كده حيبان كده. أوكي أيوه كده تمام. طيب زي ما أنتم شايفين هنا في مدخلين، فأنا أحتاج المدخل هذا اللي فيه الشريحة. انا نسيت هذا ما يجي بالضغط، ما ينفع كذا، لازم اجيب المفتاح حق الشريحة عارفينه، فانا جايبه معايا. وعندي واحد هنا في السيارة بس ما ادري فينه، فجبت هذا احتياط، قلت اذا ما حصلته فعلا ما حصلته. تمام، نيجي نضغط هنا يخرج معانا. بسم الله. هنا انا مركب فيها، انا ماني مركب فيها شريحة. هي صراحة عيبتها انه لازم شريحة تركب فيها عشان تشتغل الكاميرا. صراحة هذا ميزة أنا شايفها جدا ما هي كويسة. لو كانت بتكون بدون شريحة يكون أفضل. ما أنا عارف ليه ما راضت تطلع. حاول مرة ثانية. طبعا الناس بيحسبوني أبله، لأنه يا جماعة الناس كلها قاعد تمشي في الحي، لأنه الجو حلو وأنا ماسك الكاميرا وقاعد أصور. تمام. طيب انا اتوقع هذا ماله صلاح كمان. هذه الذاكرة يب عن طريق الخطأ وتلف ملف الفيديو وتوقف SD. تم فصل بطاقة تاكوغراف عن العمل. زي ما انتم سامعين اول باول يتكلموا في كل حاجة على طول. لو انفكت في زي سيري زي كده اللي في الكاميرا، فانا محتاج افك هذه. ما انا عارف كيف افكها، ما راضت تنفك معايا. ارونو ما ادري ليش. حاول مرة ثانية. الله جارنا كان يطالع فيها شفته بس مسوي نفس انا مجنون. طيب يا جماعة ما راضت تنفك، ما راضت تنفك. فخلونا اشوف كيف افكها وارجع لكم عشان يعني المقطع لا يطول. طيب يا شباب زي ما انتم شايفين رجعت ركبت الستاير هنا وهنا. لسه زي ما انتم شايفين الكاميرا معلقة او متعلقة او اللي هو ما قدرت مرة، ما قدرت. حتى ظفري هذا، ظفري ما ادري اذا هو باين في الكاميرا ولا لا. دقيقة اوريكم. ظفري هنا انكسر، هو اصلا ما في ظفر الا شوية بس انكسر. ف مرة ما راضي يفتح، لانه هم مسوين في نفس مكان ما تدخل الشريحة هذه مسوين فتحتين، فتحة فوق فتحة تحت. ليش اصلا ما اعرف، يعني ما نعرف ايش السبب. بس شكله المرة اللي فاتت اللي رحت اسوي فيها الاعلان او رحت اسوي لهم يعني اللي هم يبغوه هذا التصوير، دخلت في فتحة ثانية غلط. المهم وما هي راضية ترجع، لانه قاعد ادخل مدخل الابرة، فهذا مدخل الشريحة هنا الصغير شايفينه، مو هذا اللي فوقه. تمام. وبرضه ما في فايدة، يعني قاعد ادخله هنا في مكانه، قاعد يدخل المفتاح وادف. انتوا عارفين زي الايفون تدفه تطلع لك حق الشريحة، تركب الشريحة. ما هو راضي. حاولت حرفيا حاولت يا جماعة، ترى من وقت ما صورت لكم لين دحين لي فوق الربع ساعة تقريبا
تقريبا انا مصور الساعة كم 5 تماما 5 3 دقايق، دحين داخل على 20. فالوقت هذا كله قاعد احاول، ماني قادر، حرفيا ماني قادر. فمستعين بصديق ونشوف اذا رضيت تزبط معانا. فعشان لا اطول عليكم نقعد ندور لما نلاقي لها حل وارجع اصور لكم اذا انشبكت يعني. طيب يا جماعة بدأت جديد. للأسف ما هو راضي، وكل ماله يخرج او كل ماله يدخل معليش على جوا. بحاول اني امسك الجوال او امسك الكاميرا بيدين واضبط الفوكس عليه. ايوه زي ما انتم شايفين دخل على جوا مرة هذا الابيض، فماني قادر اسوي اي شيء عشان اخرجها. فتواصلت مع الشركة وقلت لهم عن المشكلة اللي صارت. والمشكلة هذه اوريدي يا جماعة قد صارت لي يعني متى ممكن تقدروا تقولوا اخر مرة تصوير او المرة اللي قبلها تواصلت معاهم عشان ده الشيء، او ما تواصلت معاهم قدرت احل. فقلت ممكن مني يعني غلط او شيء. فدحين لما جيت اجرب الحين لما جيت ابغى اصور الاعلان، جيت ابغى اخرج الشريحة من هذا ابغى ادخلها ما هي راضية. حاولت يمين يسار ما هي راضية، بالعكس حق الشريحة دخل جوا زيادة، خرب زيادة يعني. وما انا عارف ايش المشكلة. المشكلة في الكاميرا يا جماعة انهم حاطين فتحتين، فتحة يمين فتحة يسار، تمام. اذا ما ركبتها في الشكل الصحيح بيصير لك زي ما انا صار معايا. المشكلة مو هنا، المشكلة انه انت ما حتعرف يعني ما حتعرف هل انت قاعد تدخلها صح ولا لا، لانه ما يبين معك، تمام. فالمسألة مسألة واحد متعود يركبها فعلى طول يعرف في اي جهة، وانا صراحة ماني متعود يعني. انا كل اسبوع مرة، واحيانا تزبط معايا واحيانا لا. فبس تواصلت معاهم على الواتساب بجوالي الثاني، وزي ما انتم شايفين الحين اوريكم. صورت لهم المشكلة وصورت لهم كل حاجة صايرة، وبشوف اذا جابوا لي فني يعني او شيء يجي يشوف الموضوع هذا. وانا اتوقع حيجيبوا فني زي المرة اللي فاتت اللي جا ركب لي فيها الكاميرا، فيجي يشوفوا الصراحة. لانه زي ما يقول انا سويت اللي علي يعني وزيادة. بكل امانة حاولت اكثر من مرة، في كل مرة اجي اصور الاعلان فيها لازم تصير لي هذه المشكلة. وبرضه دوب اتذكرت حكلمهم عليها، قالوا انه ترى انا في كل مرة اجي اركب الشريحة بيصير معايا المشكلة هذه، واقعد احاول لين ما تخرج معايا. فبنشوف ايش يقولوا. اذا جاني اليوم ما اتوقع اقدر اصور اليوم، عشان فكرة قلت لكم نهار ان قيد الساعة 5:30، واقل شيء حيجينا العشاء زي المرة اللي فاتت. اذا ما قدرت او اذا ما جاني عاد نشوف ايش يعني. انا لين دحين ما انا عارف ايش بيقولوا، لانه اليوم خميس الساعة 5:30، ما ادري اذا هم مداومين ولا لا الصراحة. بس زي ما قلت لكم صورت وبينت كل حاجة، فنشوف ايش حيصير وحقول لكم انا يعني. فبس الحين خلوني نرجع البيت ونشوف ايش حيصير معانا. ما حقول لكم في اليوم هذا لانه انا ما عارف ايش حيصير اليوم اصلا، ايش حسوي فيه صراحة ما عندي ولا فكرة. بس زي ما انتم شايفين اذا هو باين الجو مغيم يعني، ومن امس اللي كان في جدة شاف الجو كيف فجأة يقلب فجأة، تمام. فما علينا، صارت لنا مشكلة الصراحة. اني كان نفسي اصور لكم واوريكم الشغل اللي صرت اسويه يعني الفترة هذه، بس يلا الحمد لله ربنا مو كاتب، فان شاء الله خير لنا يعني. وبس دحين حرجع البيت، حنتظر ردهم وحشوف ايش يقولوا واقول لكم ايش قالوا لي يعني. فشوف الجو ما شاء الله مغيم، بس مرة حار، مرة حار. وبس نرجع البيت نشوف ايش حيصير معنا، لانه انا اتوقع انه مشكلتها ما هي سهلة. ممكن يحتاج اغير كاميرا، ممكن يحتاج يشوف حل للمدخل نفسه يغيره، يفك الكاميرا، صراحة ما اعرف. بس هستنى يعني ايش يصير، وحقول لكم عن كل حاجة يعني قاعدة تصير، وان شاء الله خير. بس جانا البيت. بس يا جماعة
بعد ما يرجعوا يكلموني هقول لكم. الجو برا مرة حار، ربي مرة حار. يلا نشوفكم بعد ما يرد علي واحكيكم ايش صار. الإضاءة سيئة بس هذه القهوة الثانية في اليوم، قهوة تركي. قهوة تركي وقهوة أمريكي ومدري ايش. وبعدين أقعد أبكي أقول ليش ما أنام، ليش ما يجيني نوم آخر الليل. واضح السبب. المهم سويت قهوة، تواصلوا معايا قالوا أعطيني الكود حق الكاميرا دقيقة غض الصوت. قالوا لي أعطيني الكود حق الكاميرا، مدري ايش دخل المشكلة في الكاميرا من برا، ما هي سيستم او حاجة. المهم اعطيتهم هو، قالوا لي حنشوف حنرجع نكلمك، ومستنيهم يرجع يكلموني. وجالس اشوف زي ما انتم شايفين او مشغل يعني اسمع قبل ما تسوي القهوة وكذا. طب لا خلاص احنا بس خليني اوريكم القهوة بعد ما تخلص. بعيد عن الفوضى اللي عندي يا جماعة، خليني اولع او اشغل اللمبة الثانية عشان الاضاءة. اوكي. محتاج اتعلم انا على كيف يسوي صورة ثمنيل او الصورة الرئيسية للفيديو، انه حاولت اتعلم ده الشيء ما قدرت. هذا واحد. اثنين، اكتشفت او عرفت انه في برامج هي اللي تطلع الشكل هذا. يعني اغلب المشاهير اللي تشوفوهم يسووا ثمنيلات المقاطع كلهم يستخدموا نفس البرنامج، تمام؟ زي اسمه البريمير او حاجه زي كذا، ما انا عارف اسمه. المهم انه اللي بي ال اتوقع هذا يسوي منه الايديت، وانا شايفه مره صعب، عشان كذا ما دخلت ولا تعمقت فيه ولا اي حاجه. وفي حق الصور في ناس يقولوا نفس الشركه مسويه للفيديو ومسويه للصور، اتوقع اسمه بي اتش بريمير. المهم حاجه زي كذا. المهم في تطبيقين انا ما استخدمهم نهائيا، هم الناس يستخدموهم عشان يخرجوا عن طريق الصور اللي انتوا تشوفوها والايديت للمقاطع. فعشان كذا انا محتاج نتعلم على الاثنين هذولا، عشان لما يصير اجي ابغى اسوي ثمنيل صورة او فيديو او الكلام اللي انكتب في الفيديو او الى اخره يطلع بالشكل اللي انا ابغاه. لان انا قلت لكم استخدم في الصور كانفا الايديت حقها، وفي الفيديو استخدم كاب كات للإديت وكذا. ومحتاج ان اتعلم الحاجتين هذه عشان يعني احسن شوية من الفيديوهات، مع انه انا اشوفه تفي بالغرض وكل حاجة، بس الإديت هذا هو اللي يجذب المتابع اللي قاعد يسوي الحين المشاهير. شكل الصور زي ما انت تشوفوها بداية المقاطع، فانا ما اسوي زيها، ومحتاج اني اسوي زي عشان تجذب لي المتابعين، فهمتوا؟ فبس قررت اني اتعلم ده الشيء متى ما ادري، بس اللي اعرفه انها بفلوس، فبحاول ادور المشكلة هذا حل لانه مرة غالي. بس جالس منتظر القهوة عشان ما شاء الله كمية كبيرة، طولت شوية. واول مرة اجرب اسوي في الكنكة هذه، دائما اسويها في الصغيرة حتى لو كانت كاسة او كاستين اصغر من دي. المرة هذه سويتها في ذا، واتمنى انه يزبط، واهم شيء على قولة اخوانا المصاير يا الوش يطلع. بس وبس جالس اسوي القهوة. المقطع اللي كنت مشغل برا عن واحد تكلم قاعد يتفرج على الاساسيات، فمحتاج انه اشوف برضو انا الاساسيات، مو شرط اطبقها دحين. حس دحين اخش اخذ بس معلومات، اعرف كيف يسوي زي هرجة الكاب كات، وبعد كذا ادخل في الهروج الثانية حق الشغل نفسه، فاهمين؟ نبدأ اشتغل على البرنامج وعن الاشياء دي، انه صراحة مرة مهمة، انه كان فمهما كان ما بيطلع الشكل اللي انا ابغاه. بس سوينا قهوتنا الجميلة زي ما انتم شايفين. جيدة. هذا البن من مصر ابو عوف، بن ابو عوف. وبس الحين برجع اكمل اشوف المقطع هذا، لانه هذا ما قاعد يشرح يعني ولا حاجة، هذا يقول انه استفاد منه وصار يسوي فيه الايديت حقه وكذا. وبس برجع اتفرج اكمل الحلقة يعني. يلا فجأة نزلت مرة ثانية. طيب انا كنت جالس في البيت، سويت القهوة دوبي مروق، دقيقة افتح الباب بس معليش. ايوه تمام. وسويت قهوتي الجميلة كل حاجة. فجأة دقت علي الوالدة
تبغى تروح بيت أقاربها هنا قريب يعني مو مرة قريب، بس يعني تبي تروح بيت أقاربها. فقالت لي يعني إذا فاضي يا ولدي توديني، تعرفين لازم إذا حتى كنا مشغولين بس أهلك لازم تفضل. وأنا صراحة ما عندي شيء، بس إنه ما كنت ناوي أخرج اليوم من البيت، مع إنه اليوم خميس يعني، بس ما لي نفسي أروح مكان. سامعين توقع هذه الشركة، لأنه أنا عندي جوال ثاني حاط فيه بس اسمه الأشغال اللي عندي، وأي أحد أمور البزنس وأي حاجة فيها شغل يعني أحطها في جوالي الثاني، ومخرج له حتى شريحة يعني مخصصة له، عشان يعني ما تصير شو المفتاح فين طاح. المهم عشان ما تصير في ضجة في الموضوع، عشان ما أضيع بين الناس في الأرقام. فبس كلمتني قالت لها بك توديني، يعني حنزلها بس وارجع. قلت لها مو مشكلة، ما عندي حاجة، جالس في البيت ونروح. بس الحين رايح على هناك. طيب يا جماعة الجو فجأة قلب غبار. أنا وقفت هنا محل بنزل أشتري منه أغراض للوالدة. الجو تغير 180 درجة. شفتوا أنت أول ما صورت لما نزلت الدنيا يعني مشمسة على قولتهم، الحين شوف الدنيا كيف كلها غبار. ترى حرفيا زي ما أنتم شايفين لون أصفر بسبة الغبار، الدنيا صفرت على قولتهم. فالله يستر، لأنه فجأة حرفيا الجو قلب كله غبار. اللي في جدة يعرف إنه لنا 3 أيام الجو عندنا يقلب فجأة. يعني أمس آخر الليل استغفر الله العظيم كان جو يخوف. عارفين الأجواء حق أفلام الرعب كده، صوت برق ورعد وغبار وصوت هواء وزي كده. لان يومين في الليل على ده الحال يعني. ودحين نفس الكلام، بس إنه لسه غبار وكل حاجة، بس ما في لا برق ولا رعد. هذا شيء. الشيء الثاني، أصحابي اللي من مكة ومن الطائف شفتهم مصورين عندهم أمطار. فإن شاء الله إنها تمطر عندنا، أتمنى يعني، لأنه كل حاجة حاليا يعني بإذن الله إنها توحي إنه حيمطر. فما باقي غير المطر يعني بإذن الواحد الأحد، عشان لو الجو بس كذا صراحة موت بكل أمانة. فبس دحين بوقف باخذ أغراض، أو وقفت يعني باخذ أغراض، بعد حكمل حنزل الوالدة. وزي ما قلت لكم اليوم ما حسوي أي شيء، حرجع على البيت، لأنه صراحة اليوم مرة ما لي خلق أخرج ولا شيء. ممكن بكرة، بس اليوم لا. فبس قلت أبغى أصور لكم وأوريكم الدنيا كيف قالبة. يعني حتى الناس يا جماعة قاعد تسوق بجنون، أقسم بالله العظيم بشكل يعني يخوف. فاهمين؟ كأنه في حاجة، يسرعوا فوق بعض وبواري ودنيا كان نفسي أصور، بس ما أنا مركز قاعد أسوق، ولا كان نفسي أصور أوريكم الوضع كيف فوضى. بس الحمد لله إن شاء الله نوصل ونرجع بالسلامة أهم شيء، وإن شاء الله إنها تمطر بعد ده كله. بس طيب يا جماعة دوب رجعت، وزي ما انتم تتوقع سامعين الأصوات، بس بسرعة بدخل البيت لأنه أنا إنسان عنده حساسية من الغبار، فمحتاج إنه أرجع البيت بسرعة. خلاص خلصنا، وصلنا الوالدة وخلصنا أمورنا، هراجع البيت. راجع البيت حلو، رجعت البيت فالدنيا برا مرة وقلوب غبار بس أتمنى إنه نهايتها مطر يعني هي نقصتها مطر الصراحة. فاهمين كيف؟ أتمنى إنه نهايتها مطر. بس شغلت الكاميرا نزلت على طول لأنه نقول مطر. تعالوا شوفوا مطر ولا لا. بس خليني أحط الجوال هنا احتياط لأنه الكاميرا عايد ضد الموية، بس الجوال لا أما إلا والله وهو باين. خليني أحطكم مع أيوه شايفين؟ بس إنه مرة خفيف. إنه كان يقولوا قوي، بس إنه زي ما انتم شايفين مرة خفيف، ما هو قوي. إنه شفت الناس كلها مصورة إنه قوي، بس كأنه ماني باين كده. توقع باين والله خفيف مرة، خفيف، بس إنه مطر يعني. خير الحمد لله. شوف القزاز ما ادري اذا باين، شوف سلالتي برضه شايفين. فمطر على خفيف، اتوقع كمان شوي حيصير قوي. فخليني اطلع اشوف اتوقع في السطح يكون اقوى يعني. خلينا نشوف السطح. تعالوا يلا بينا. ما اقدر اصوز الناس، في ناس برا وكذا فبتكون صعبة التصوير. طلع فوق نشوف فوق
مع انه فوق ما ادري كيف حيكون الوضع. بسم الله، لانه دوب البنانة هنا يبقى لازم فلاش انه ما باين شيء. اوكي فيلا بسم الله. شايفين لسه الدنيا مكسرة وكذا، كنا نبني بس ننتبه بسم الله من عشان نشوف او حاجة. اوكي توقع. سبحان الله، شفتوا سبحان الله. دقيقة امسك الجوال هنا. ايوه كده تمام. فزي ما انتم شايفين دوبه لسه بيبني وكذا. الدنيا شوية والله مو شوية، مرة معدومة، بس انه طلعت عشان المطر عشان اصور لكم. ف خلينا نسوي كذا حيبان. شايفين في رشات مطر خفيفة مرة، بتحسب اقوى من كذا لانه العيال مصورينها مرة قوية مرة قوية. فعندنا لسه شكله جاية ما جت، بس اخيرا نفسي انقطع عشان كنت اجري تحت وجريت هنا فوق وكذا ما نعرف. اوكي اتوقع كده مسكها تمام. فما ادري اذا بان. سبحان الله شفتوا سبحان الله، برق او رعد، انا لخبط بينه. المهم انه الساعة خفيفة يب. فاذا قويت يعني ارجع اصور لكم. من دحين مرة خفيفة حتى ما في صوت، صح؟ اللي بدأت تقوى كأنه لا لسه خفيفة. فشوية كمان ونطلع ان شاء الله يعني تكون اقوى. طيب رجعت لكم مرة ثانية لانه المطر شد مرة. تعالوا عشان ما نطيح بس. بسم الله. اوه يوه ان شاء الله تبارك الله. اتمنى انه باين في التصوير يعني. دقيقة اثبت. اتوقع انه كذا تمام ان شاء الله. اللهم بارك، اللهم اجعل خير. انتم شايفين طار. دقيقة اوريكم هنا باين. شايفين شوفوا حتى سامعين الصوت يعني. اللهم اجعل لهم طار خير وبركة. يعني والله يعني ما كنت متوقع انه خلاص، قلت ما حيمطر، بس ما شاء الله تبارك الله زي ما انتم شايفين. معلش على الفيو ادري مو حلو، بس اهم شيء المطر ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله يا جماعة، اخيرا من زمان ما تمطرت. طيب بنزل الشارع من كل السطوح عشان انتبهت انه السيارة حقه مفتوح. تخيل من العصر، من العصر ايه، من عصر، من وقت ما نزلت اصور الاعلان والسيارة شغالة، مو شغالة اقصد مفتوحة يعني. دوب انتبهت لها سبحان الله من وانا فوق في السطوح. نزل شوفها، شوفوا السيارة لما تكون مفتوحة يعني المراية كذا ما تقفلت كذا يعني السيارة مفتوحة. بسم الله. شوفوا لما تتقفل شايفين كانت مفتوحة. حلو كذا اوكي. ضيعت المفتاح حق البيت وما انا محصله. والله الدنيا مطر ما انا محصله لين دحين. بس ادور هنا يمكن فيه، بس ما انا محصل اي شيء. شكرا للنخل ما انا محصله. ما اعرف فين انا طاح علي هنا. هل هو جوة البيت؟ هو فين؟ ما انا عارف، بس قلت يمكن يعني هنا هذيك السيارة او شيء، مع انه له 3 ايام مو بدون، بس ما في حاجة.
أهم شي تأكدنا قفلنا السيارة. نرجع نطلع فوق. طبعا حاليا الساعة 10:30 صح؟ خلينا نشوف. يب 11 إلا حتى مو 10:30 بس. وزي ما قلت لكم ما في حاجة أسويها اليوم من بكرة. فبس شفتوا كل حاجة.